ازيك يا صديقي؟ من غير كلام كتير زي ما قريت في عنوان الفيديو، فانا النهارده جايب لك كارت شاشه ممكن يكون هو الحل في ظل غلاء الاسعار اللي احنا فيه دلوقتي. الكارت اللي انا هتكلم عليه النهارده هو كارت يعتبر قديم نوعا ما، وهو الار تي اكس 2060 سوبر من انفيديا. الكارت ده انا شاريه مستعمل، وبعد ما اشتريته قابلني فيه مشكله رخمه جدا خلتني اضطر ان انا افكه، فهقول لك عليها عشان تاخد بالك منها انت كمان. فمن غير اي تاخير انزل اعمل لايك وسبسكرايب وخلينا نبدا الفيديو. الكارت ده هيكون مناسب جدا للتجميعات القديمه اللي فيها معالجات اي 5 واي 3 من الاجيال القديمه، او حتى الاجهزه الاستيراد اللي بتنزل بكروت ار اكس 580 وار اكس 570. وانا كنت استخدمت الكارت ده في الفيديو اللي فات في التجميع الاقتصاديه اللي انا عملتها، هيظهر عندك دلوقتي الفيديو هنا. خلينا اول حاجه نبدا بتصميم مواصفات النسخه اللي معايا. النسخه اللي معايا من الكارت دي هي نسخه الدول من باليت، نسخه اقتصاديه بتيجي بمروحتين وهيكل كامل من البلاستيك، بتحتاج كابل باور 8 بن وفيها مدخل ديسبلاي بورت واتش دي ام اي ودي في اي. النسخه دي من ارخص نسخ الكارت ده اللي ممكن تلاقيها في السوق المصري، عامله في حدود ال 10 ل 10 ونص. الرامات هنا بحجم 8 جيجا جي دي ار 6 بباندويتس 256 بت، والنقطه دي هتساعدنا لو انت هتشتغل على الكارت ده. النسخه اللي معايا دي بتسحب لحد 175 واط، وهيشتغل معاك على اي باور سبلاي 500 واط محترم. درجات حراره الكارت ده على فول مارك بعد 10 دقائق في درجه حراره غرفه 25 درجه وصلت معايا لحد 80 وعدت 80 كمان. وجربت الكارت برضو اكتر من مره في الالعاب ودرجه الحراره كانت دايما بتعدي ال 80، وده اللي خلاني اخد قرار ان انا لازم افك الكارت ده علشان انضفه، لان انا يعني توقعت ان ممكن يكون المعجون اللي جواه نشف، او ممكن يكون الكارت متوسخ من جوه. طبعا زي ما قلت لك بدات افك الكارت، والملاحظ ان النسخه دي كانت مقفوله لسه متبرشمه، مسمار كان عليه الورقه ما اتفكتش قبل كده، بس انا فكيته علشان انضفه. وزي ما انت شايف الكارت اتفك المسامير في ظهره، الظهر البلاستيك بتاعه. بعد كده فكيت الجزء اللي براكب فيه مخارج الكارت، ده لازم تفكه عشان تعرف تفك الكارت. وهنا بدات افك اللوحه بقى ذات نفسها، بتبقى راكبه بمسامير كده في الهيت سينك، 4 مسامير حوالين الجي بي يو نفسه من ورا. ودلوقتي فكيتها، وزي ما انت شايف ظهر معايا المعجون والسيرمال بادز اللي بلون طوبي شويه، دي هي دي السيرمال بادز. طبعا طلعت كلها سليمه، مش متوسخه زي ما انا متخيل او مش متقطعه، بس المعجون الحراري هو اللي كان ناشف شويه. طبعا نظفت المعجون كويس بالكحول وفوطه كده فايبر مايكرو فايبر، وبعد كده بدات احط معجون ام اكس 4، معجون كويس، وبعد كده فردته بفرده. انا بحب افرده في الكارت علشان يبقى مغطي الجي بي يو كله. وبعد كده ركبت البورده تاني على الهيت سينك وربطتها طبعا على شكل حرف اكس، او ربطت كل مسمارين قصاد بعض واحده واحده لحد ما ركبت المسامير كلها علشان المعجون يتوزع كويس تحت. بعد كده ركبت الباك بليت تاني بالمسامير بتاعته، وركبت الجزء اللي بيبقى راكب على المخارج بتاعه الكارت، وكده خلاص الكارت اصبح سليم. وبدات اجربه بعديها تاني، وزي ما انت شايف النتيجه بعد ما فكيت الكارت ونضفته في تحسن. هو مش كبير، بس في فرق ما بين درجه الحراره قبل ودرجه الحراره بعد. انا حابب اركز اكتر على جزئيه التجربه. هنجرب الكارت ده على العاب، اغلبها العاب جديده، ونشوف اداؤه هيبقى عامل ازاي. دي مواصفات الجهاز بتاعي اللي انا هجرب عليه الكارت، ومركب عليه معالج قوي علشان برضه ما يبقاش فيه اي حاجه تحجم اداء الكارت. زي ما قلت لك هنجرب الكارت في العاب مختلفه جديده تورينا الاداء الفعلي للجهاز. هنبدا باول لعبه وهي سايبر بانك فانتوم لايبرتي. طبعا انا حبيت ابدا باللعبه دي علشان هي دي يعتبر من اتقل اللعب اللي موجوده دلوقتي، واحنا كل اللعب اللي هنتستها مش كتير، بس هي اللعبه الجديده اللي موجوده دلوقتي الناس بتلعبها. قبل بس ما نبدا عايز اوريك السيتنجز اللي انا شغال عليها. انا عامل الجرافيكس على هاي، ومشغل الدي ال اس اس على بالانس. لو بصيت معايا تحت كده هتلاقي كل الجرافيكس على هاي. زي ما انت شايف المتوسط حوالي 100 فريم، وانا شغال على كارت يعتبر كارت اقتصادي. لو دخلت في حته فيها زحمه شويه وبتاع، طبعا الفريمات بتختلف لو انا بالليل او بالنهار جوه اللعبه. زي ما شفت فيه دروب حصل، ولكن ده ممكن يكون سببه ان انا ما بفتحش اللعبه دي كتير اصلا. بس زي ما انت شايف اللعبه شغاله على 60 70 فريم، بتعدي فوق اكتر من كده ساعات، وال1% لو مش عالي، بيوصل ل 45 47، مش بتحس ان في دروب جامد في اللعبه. زي ما قلت لك النسخه اللي معايا من الكارت دي بتسخن شويه، ولكن هي يعني يعتبر حرارتها دلوقتي كويسه مقبوله، مش سخنه قوي. خلينا نعمل حبه جلب كده ونشوف الفريمات هتنزل جامد ولا لا. انا بصراحه وجهه نظري ان التجربه كده كويسه قوي بالنسبه لان انا بلعب على جهاز، او بلعب على كارت يعتبر كارت يعني مش هقول اقتصادي قوي، بس كارت يعني اقل من المتوسط. طبعا لو انت ملاحظ هتلاقي استهلاك الكارت 98%، والكارت ساحب حوالي 175 واط. خلينا نشوف لعبه تانية ونشوف الاداء فيها هيكون عامل ازاي. بجد يا جدعان انا منبهر من التجربه ومستغرب بصراحه. تجربه كويسه قوي بالنسبه لان انا بستخدم كارت يعتبر كارت اقتصادي فعلا. انا عايز بس اوريك الاعدادات اللي انا شغال عليها دلوقتي. لو بصيت كده هتلاقيني شغال على البريسيت اللي هي الاوتو، حاطط لي كل حاجه على الميديم. وطبعا دي باتل فيلد 2042، انا هخلي الدي ال اس اس على برفورمانس شبه ما هعمل في كل الالعاب اللي احنا هنتستها. زي ما انت شايف فريمات معايا دلوقتي حوالي 140 130 فريم، اللي هو كويس قوي، يعني هو كويس قوي. بس
التكستشرز بتاخد وقت شويه على ما تحمل زي ما انت شايف. طبعا للاسف الشديد ام اس اي افتر بيرنر مش راضي يشتغل على اللعبه دي من جوه، فانا بستخدم اللي هو بتاع انفيديا، وفي نفس الوقت برضو انا بسجل على الجهاز. يعني انت برضو خلي في دماغك ان انا بسجل من الجهاز ده نفسه، مش بستخدم كابتشر كارد او مش بستخدم جهاز تاني، فده برضو عامل ضغط شويه على كارت الشاشه. بس التجربه عامه زي ما انت شايف التجربه كويسه قوي وسلسه قوي، انا مش ملاحظ اي حاجه، يعني مش ملاحظ اي صعوبه في اللعب، بالعكس انا شايف اللعبه شغاله كويس. انا بس مش مركز في اللعبه عشان بتكلم معاك، ولكن اللعبه شغاله كويس قوي وانا عارف العب. يعني انا تقريبا دي نفس التجربه او نفس الاداء اللي انا باخده على ال 30 60، باختلاف بس ان انا ببقى مزود الاعداد شويه او ببقى قافل الدي ال اس اس بس. يا عم انا ما لحقتش انزل لسه، بس ببقى واخد نفس متوسط الفريمات. يعني حتى بالنسبه ل1% لو مثلا مش هتلاقيه قليل قوي، يعني مش هتلاقي ان انت في عندك دروبات كتير. يا نهار ازرق. خلينا ننقل على لعبه تانية بدل اللعبه اللي انا عمال اموت فيها دي، ونشوف التجربه هتبقى عامله ازاي. يا عم انا ما لحقتش انزل، يا عم ما تستنوا يا عم عليا شويه، انتوا فين بتعملوا كده ليه يا عم؟ انا دلوقتي بلعب اف 1 2023، وزي ما انت ملاحظ متوسط الفريمات طبعا عالي قوي، 230 فريم. انا شغال على نفس الاعدادات اللي لعبت بيها على اللعبه الثانيه، الاعدادات ميديم بريست، وشغال على الدي ال اس اس بالانس. انا محاول اثبت نفس الاعدادات في اللعب كلها علشان انت بس تبقى فاهم او عندك فكره عن الاداء هيبقى عامل ازاي معاك في كل لعب لو انت اشتغلت على ايه، على اعدادات متوسطه يعني. بس زي ما انت شايف انا تجربه اللعبه بالنسبه لي كويسه قوي. ممكن الدي ال اس اس يكون مش مناسب قوي على ال 1080، او بالذات لو بتلعب على الشاشه كبيره زي اللي انا بلعب عليها كده 27 بوصه. بس انا جربت نفس اللي انا بعمله ده، جربته على الشاشات 24 بوصه، وكانت التجربه كويسه قوي، خصوصا ان انت ال 24 بوصه بتبقى اصغر، فانت مش هتحس باي بكسله ولا هتحس باي حاجه يعني. بس تجربه ممتازه عامه زي ما انت شايف، ما يعني 230 فريم 220 فريم مفيش اي حاجه يعني. اخر لعبه هنتستها وهي بتحكي اكتر كل الالعاب الكومبتيتيف عامه، وهي طبعا سي اس جو. انا شغال دلوقتي على السيتنجز كلها على ميديوم، كل حاجه على ميديوم، وقافل الفيديليتي اف اكس، فالاعداد كلها على ميديوم، وانا شغال على النيتيف ريزوليوشن. لو بصيت على الفريمات هتلاقيها بتلعب حوالين 240 250 فريم، واللي هو يعتبر يعني بالمناسبه عدد فريمات كويس قوي بالنسبه للعبه كومباتيتيف زي دي. طبعا هي بتعدي كمان ال 270 فريم يعني ساعات، بتطلع وبتنزل، بس اهم حاجه ان مفيش دروبات بتحصل، وان انت ثابت كده فوق ال 240 230 فريم يعني. طبعا برضو انت اكيد فاهم ان انت الاداء ده مش هتاخده بالظبط على الكارت ده، لان انت غالبا يعني مش هتبقى مركب عليه معالج زي اللي انا مركبه له 14700 كي، ولكن هتاخد يعني دي نبذه او صوره عن الاداء اللي انت ممكن تاخده. طبعا لو مركب معالج اقل هتاخد فريمات اقل، وهنا في اللعب دي نوعيه الالعاب دي بالذات المعالج بيفرق فيها جامد. ولكن انا برضو كنت متست نفس اللعب دي على نفس الكارت على بروسيسور رايزن 5 3600 اللي هو يعتبر بروسيسور اقل من ده بياما، يعني اقل حوالي 20% فريمات، مش فرق كبير برضو. بس زي ما انت شايف التجربه تعتبر كويسه قوي بالنسبه للاداء اللي احنا واخدينه من الكارت. زي ما شفنا مع بعض فالكارت ده يعتبر ممتاز ككارت اقتصادي. حابب برضو ان انا اوريك دلوقتي جراف كنت عامله لتجربه الالعاب على الكارت ده في التجميعه الاقتصاديه اللي انا كنت بقول لك عليها، وحابب ان انت تشوف اداء الكارت ده مع معالج اقل من المتوسط من الاجيال القديمه كان عامل ازاي في الالعاب. زي ما انت شايف اغلب الالعاب الجديده انا واخد عليها فريمات معديه 60 فريم مرتاح، وده يعتبر انجاز. وبرضو ميزه ان انت عندك اغلب التقنيات الحديثه زي الري تريسنج والدي ال اس اس مخلياك مش ناقص حاجه. العيب الوحيد اللي انا ممكن اقول لك عليه في النقطه دي ان الكارت ده راماته 8 جيجا، وبصراحه ده ما يعتبرش عيب، لان انت اي كارت تاني في الفئه السعريه دي هتلاقيه برضو 8 جيجا، حتى لو هو مثلا 30 50 هتلاقيه برضو 8 جيجا. اقل واجب محتاج تطلع لل 30 60 علشان تاخد في رام اعلى. بالنسبه لدرجات الحراره فانا في النسخه اللي كانت معايا دي كان يعتبر فيها مشكله نوعا ما، لان المعجون كان ناشف شويه. ولكن اي نسخه تانية من الكارت ده بمروحتين، او حتى لو نسخه اقتصاديه بمروحه واحده، هتديك درجات حراره كويسه، لان الكارت ده اصلا ما بيسخنش. حاليا الاسعار بدات تستقر وبتنزل واحده واحده، واتوقع ان الكارت ده ممكن خلال الفتره الجايه ينزل تحت ال 10000 جنيه كمان. وهنا انا بتكلم عن المستعمل، لان الكارت ده موجود جديد في حدود ال 12000 تقريبا. والاخواتنا برضو اللي بيسالوني دايما على السعر بالدولار، 12000 جنيه ده في مصر اللي هو حوالي 250 دولار بسعر هنا، ولكن انت بره اكيد هتلاقي الكارت ده جديد ارخص من كده، وهتلاقيه مستعمل كمان تحت ال 200 دولار. طبعا لو انت حابب تشتري الكارت ده من على علي اكسبريس هتلاقيه بسعر ارخص من كده بكتير، ولكن لازم تراجع فيديوهات علي اكسبريس اللي كنا عاملينها قبل كده. لو النوعيه دي من الفيديوهات مفيده او عجباكوا ابقوا قولوا لي تحت علشان نزود منها بعد كده، وبرضه لو عندكم افكار اكتبوها. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في كومنت وانا هرد عليه. كان معاكم يوسف، اشوف وشكوا على خير، مع السلامه.